ومحرز بالمهاره الفرديه اللي عنده امتى يدخل لداخل الملعب. دخوله لداخل الملعب ده بيخلق زياده عدديه عليه تفضي مساحه لهالاند. مع جندوجان نفس الكلام. فالاثنين دول افضل من الاثنين اللي بيلعبوا مكانهم حاليا، اللي هو دوكو اللي جاي مكان جندوجان او يعوض جندوجان، وافضل من جريليش، وافضل من حتى فودن وسيلفا. محرز في افضل مستوياته، كان لاعب غير طبيعي بصراحه مع جندوجان بالامكانيات اللي عنده. فانا اشوف ان النقطه دي فرقت شويه مع هالاند، مع اصابه دي بروين وابتعاده، مع الرقابه والضرب والخناقات اللي تعرض لها هالاند بعد الموسم اللي عمله. يعني كنت بتكلم انا وياسر بقول له ان الرقابه وتركيز هالاند في الدخول في صراع بدني مع المدافعين بيطلعوا عن تركيزه تماما في خلال المباراه. انا كمهاجم محمد دلوقتي بقى عليا رقابه شديده جدا، انا مدافع وبمسك هالاند ابقى مبسوط ان انا اقعد اضرب فيه ويخبط فيا وهو هيبعد عن الكوره. انما هو بذكائه مع المباريات ومع جوارديولا لما يلعب او يبقى تفكيره الوحيد انه يلعب لمسه واحده ويلعب الباص ويتحرك ياخد المساحه، هيسهل له امور كتير جدا. فدي من الحاجات اللي اتغيرت في السيتي الموسم ده. والحاله الدفاعيه اشوف برضو ضعف المسانده الدفاعيه من لعيبه وسط الملعب والاطراف لما الفريق بيخسر الكوره، لانه كان معتمد دايما انه الدفاع مش ان انا دافع بعدد، لا هو كان بيدافع ان هو يمتلك الكوره، ما بيسيبش الكوره للفرق المنافسه. فده يخلي الفرق التانية تتعب وما تقدرش ان هي تعمل الضغط العكسي او ان هي تاخد الكوره وترجع تخلق مساحه في دفاع السيتي. فدي امور كتير اتغيرت في السيتي الموسم ده عن الموسم اللي فات. واعتقد ان هذه يمكن رساله واضحه للاتحاد الاوروبي بان على الاقل يكون هناك في مرونه لتغيير الاوقات المباريات، خصوصا في حاله استثنائيه ان يصل 8 فرق الى الدور الثمانيه بهذه القوه وبهذه القيمه الفنيه. كان بامكان الاتحاد الاوروبي التعامل مع هذه المباراه مع هذا الدور بنوع من المرونه والذكاء بان تجعل المباراه قبل الاخرى. هدف فودن، لما فودن يسجل هدف بهذه الطريقه فانا لا استغرب. انا يعني متعود عليه اسبوع اخر في البريمير ليج ان يمتع الجماهير بهذه الاهداف الرائعه التي تنم عن موهبه ومهاره وذكاء وحسن تصرف وقراءه وايضا حسن اتخاذ القرار. كل ما يخص في هذه الليله هو اداء فودن في شوط الملعب، في نص الملعب، كيفيه الذكاء في عمليه تمركزه وايضا قراءته لمجريات الملعب، على طول الاستلام واتخاذ القرار بزاويه صعبه جدا وبعمل رائع جدا من فودن. فودن احد المواهب التي اشاد بها جوارديولا قبل ان تتالق، وهذا يحسب لجوارديولا بانه اشاد في هذا اللاعب وتطرق لانه هو من افضل المواهب التي دربها في مسيرته التدريبيه. طبعا باستثناء طبعا ميسي من كوكب اخر، لكن اتكلم عن اللاعبين الذي بشباب بال18 بال17 سنه وظهر بهذا الشكل. عمل رائع لهذا اللاعب، تألق، ولا استغرب ان ياخذ افضل لاعب في البريمير ليج على ادائه، وايضا العامل الفارق التي يمتاز فيه هذا اللاعب، حضوره، هدوءه، والتطور الذي نشاهده من موسم الى اخر. مر في مرحله صعبه، مرحله الاصابه في الموسم الماضي، لكن عاد باداء رائع جدا. اليوم في هذه الليله استمتعنا كثير جدا بعدد مثل ما تفضلت محمد 10 اهداف، كان بامكانها ان تكون اكثر. نعم متعه المشاهدين، لكن هناك في اخطاء بالنسبه للطرفين في مباراه في مباراه مدريد وايضا مان سيتي، وخصوصا في القوه التي يمتلكها مدريد في الهجمه المرتده اللي طبقت في الشوط الاول واثرت على السيتي باهداف شاهدناها في الشوط الاول. لكن يمكن تغييرات الشوط الثاني محاوله لابقاء ما يمكن ابقاءه لمرحله الاياب. مباريات رائعه، اهداف رائعه، ومثل ما احنا بدينا في بدايه الاستديو بان هذه عيديه للمشاهدين. اعتقد عيديه كانت قيمه وجميله وممتعه بالنسبه لمتابعي كره القدم. كابتن ياسر، هدف فالفيردي عرضيه ممتازه وانهاء جميل جدا، طبعا ينم على مهاره كبيره، وكذلك يعني بالنسبه لي
نظرة فينيسيوس في اتخاذ القرار في أخذ هذه العرضية بهذا الشكل لفالفيردي اللي كان في الموقع المناسب وتعامل معها من لمسة واحدة على الطائر بشكل أكثر من رائع، لا يلام عليها صراحة أورتيغا. ولكن المباراة هي تكتيكية بشكل عالي كبير جدا بين الفريقين، ومن أجمل مباريات الموسم أنا بالنسبة لي اللي احنا شفناه، سواء كان على مستوى الدوريات المحلية وحتى على مستوى الشامبيونز ليج. المباراة انقسمت إلى قسمين، شوط أول مدريد، الشوط الثاني للسيتي. الشوط الأول المجهود البدني الكبير العالي اللي قام فيه مدريد من خلال الضغط العالي، من خلال الضغط كذلك على لاعب، بقاء لاعبي مدريد لاعب للاعب طوال ال 45 دقيقة، أدى إلى انخفاض المجهود اللياقة البدنية لدى لاعبي مدريد، وأعطى المجال وسمح للسيتي في سيطرة على الشوط الثاني والتقدم للأمام بشكل أكبر. كذلك وجود هالاند كرأس حربة. اليوم هالاند غائب كثير عن لمس الكرة، ولكن وجوده داخل ال 18 وما بين قلبي الدفاع أعطى إمكانية أكبر لفودن لبرناردو سيلفا. شفنا في أكثر من هجمة إمكانية إيجاد الحلول والفرصة في العمق من خارج ال 18 والتسديد على المرمى، اللي من خلاله تحصل السيتي على هدفين، من خلال تسجيل فودن الهدف وكذلك غفارديول بتسديدات من خارج ال 18. وجود هالاند داخل ال 18 أجبر روديغير وكذلك تشواميني إلى البقاء داخل ال 18 وإيجاد مساحة ما بينهم وما بين محور ارتكاز توم كروس الذي أجهد بدنيا. ولكن بعد ذلك تدارك، أنا بالنسبة لي أنشيلوتي بخبرته تدارك الأمر، أخرج كروس المتعب بدنيا، أو عزيلة كامافينجا للعب في خانة المحور الارتكاز، ودخول مودريتش كلاعب خبرة ولاعب يستطيع نقل الكرة من وسط ملعب مدريد. رودريغو يحدد شروط اجتياز ريال مدريد لمانشستر سيتي في الإياب. حلل النجم البرازيلي رودريغو ما حدث في مباراة الذهاب من ربع النهائي ما بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. وشهدت المباراة تقلبات جنونية، حيث تقدم السيتي قبل أن يقلب الريال النتيجة لصالحه بهدفين من كامافينجا ورودريغو، إلى أن السيتي عاد وتقدم بتسديدتين من خارج المنطقة من فودين وغفارديول قبل أن يسجل فالفيردي الهدف الأخير. وانتقد رودريغو استكبار ريال مدريد ل3 أهداف، مشيرا إلى أهمية تجنب الأخطاء أكثر في مباراة العودة في مانشستر. وقال رودريغو عن ذلك: كان من الصعب دائما أن تتأخر بالنتيجة، لكننا عدنا بعد ذلك وكان بإمكاننا السيطرة، ولقد لعبنا، ولكن في المرتدات كنا أكثر خطورة. لم يتوقع أحد أن ألعب على الجانب الأيسر، واليوم فعلنا ذلك بشكل مختلف واستخدمنا تكتيكا جديدا، وجاء الأمر جيدا، ولكن النتيجة ليست كما توقعنا.